الاستوديو كل من محمد القدوسي الكاتب الصحفي ومحمود إبراهيم محامي وعضو سابق في الحملة الرئاسية للفريق أحمد شفيق. أهلا بضيفي الكريمين. سيد محمود، بداية تعليقك على ما يرد من تقارير تعذيب بحق أطفال قُصّر، انتهاكات جنسية بحقهم، ما تعليقك على ما يمكن تنقله هذه التقارير؟ يعني لا أدري مدى صحة أو عدم صحة هذه التقارير، ولكن إذا كانت هذه التقارير صحيحة فيجب على النائب العام وعلى وزارة الداخلية وعلى المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتخذوا إجراءات فورية ورادعة تجاه ولكنها مسألة بسيطة يمكن التثبت منها بسهولة. ما هو دي، بس من يتثبت هو ده الموضوع، لأنه يعني في التقرير اللي عرض دلوقتي في واحدة بتقول دول أبطال، وهنا دخلنا يعني معنى انها بتوصفهم بالابطال مقابل انه حد بيوصفهم بحاجه تانية، فهنا دخلنا في جدل حوالين سياسه مش حوالين حقوق. لنفصل اي شيء، فقط نضع في الصوره غير مقبول على الاطلاق. عفوا يمكن التثبت بكل سهوله من هذه التقارير ان كانت صحيحه او كانت ملفقه او مبالغ فيها او الى ذلك، يعني ان كانت ملفقه او كانت حقيقيه. مساله الاعتداء عليهم بالضرب وكذلك وضعهم في سجون فيها موصوفين بأنهم مجرمين ويتم الاعتداء عليهم. ماذا عن هذه التقارير كما قلت ويمكن التثبت من صحتها أو تلفيقها بكل سهولة؟ النائب العام عليه أن يجري تحقيقات. السجون جميعها تقع تحت سلطة النائب العام والنيابة العامة، عليهم أن يتأكدوا ويعلنوا للرأي العام حقيقة هذه التقارير، وإذا كان هناك مخطئ لن يكون مقبولا مرة أخرى أن يتم هذه التقارير مضى عليها حوالي 10 أشهر. ما المطلوب حتى يتم التثبت؟ أنا لا أدري تحديدا الحجم الانتهاكات ولا مكانها، ولكن إذا كان هناك بالفعل من الممكن أن يلجأ محامين هؤلاء الضحايا إذا كانوا ضحايا برفع قضايا مباشرة، جنح مباشرة على وزير الداخلية، وأن يختصموا أيضا النائب العام، وأن يقوموا باتخاذ إجراءات كل ما الإجراءات القانونية متاحة. وعلى الصحافة، أنا لا أدري لماذا ربما الصحافة المصرية لا تتناول هذه الأمور، ولكن ما شاهدته أرى في جانب سياسي أكثر منه حقوقي. طيب أستاذ محمد، ما الذي يمنع أن تكون هذه التقارير فيها مبالغة إعلامية؟ شاهدنا الرئيس السيسي يزور من انتهك عرضها في ميدان التحرير ويعتذر لها بشكل مباشر. ما الذي يمنع أن تكون هذه التقارير مبالغ فيها؟ نعم، هو زار من افتضح أمرها أو افتضح الجرم الذي ارتكب في حقها، فلم يعد قادرا على إخفائه. لكن بالنسبة للباقيين هو فاعل أصلي. عبد الفتاح السيسي فاعل أصلي، محمد إبراهيم فاعل أصلي. فاعل أصلي ليه؟ وهذا كلام لا يمكن لأحد لا في الأرض ولا في السماء أن ينكره. ليه هو فاعل أصلي؟ لأنه وضع هؤلاء الأطفال مع مساجين جنائيين أكبر سنا. هذه جريمة تهيئة اغتصاب، هذه جريمة تحريض على الاغتصاب. إذن البدرونة اللي في القصة دي اسمه محمد إبراهيم، فأنت رايح تقول لي ده أنا هروح لمحمد إبراهيم علشان أقول له إزاي ولابد من ولكن كيف يمكن التثبت من هذه التقارير ودقتها؟ هناك قواعد للسجون. يعني هل يمكن أن توضع النساء في سجن الرجال؟ هناك قواعد صارمة للسجون. قواعد الصارمة للسجون بتقول ويحتجز الأطفال في مكان ليس فيه بالغين. هذه قاعدة في السجون. عندما تضع الأطفال مع بالغين فأنت ترتكب جريمة تسهيل الاغتصاب. خلاص، خلصت المسألة. أنت مدان. أنا مش مستني إن أنا أتثبت من إن وقعة الاغتصاب حصلت. فلما يكون وقعة الاغتصاب كمان عليها شهود فدي قصة أخرى. لكن أنا عايز أقول لك هناك جريمة أصلية لا يستطيع أحد لا في الأرض ولا في السماء أن ينكرها، هي احتجاز أطفال في نفس المكان الذي يحتجز فيه بالغون. زي بالظبط كده لما تروح تسجن الستات في عنبر الرجالة. هنا الكلام ده اللي يعمل كده يبقى ارتكب جريمه ولا ما ارتكبش جريمه؟ حتى طبقا للائحه السجون المصريه ولائحه متخلفه ومبترئه، حتى طبقا لهذه اللائحه نكون بصدد جريمه واضحه. اذا مفيش مجال للانكار في ده. دي نمره واحد. نمره اتنين، ده يورينا هو ايه، من هو ايضا الفاعل الاصلي ومن هو المحرض الاصلي على كل جرائم التحرش اللي بتحصل. وزاره الداخليه هي اول حد بعت البلطجيه بتوعها اللي بيعملوا تحت اشرافها للتحرش بالنساء في ميدان التحرير، وثبت ذلك وصدر في ذلك حكم. يعني لم يعد هناك مجال للإنكار. الجماعة اللي تم التحرش بيهم يوم الأربعاء الأسود، نوال علي الله يرحمها ويحسن إليها، شهيدة يوم الأربعاء الأسود اللي إنها ماتت بعد كده متأثرة بجراحها النفسية والإنسانية وأصيبت بورم خبيث وما إلى ذلك. استناني بس،
راحت باختصار رفعت قضيتها امام المحكمه الافريقيه هي واخريات، تعبير العسكري واخريات، والمحكمه الافريقيه لان القضاء المصري تواطأ ضدهن، فالمحكمه الافريقيه حكمت لهن ضد وزاره الداخليه وضد القضاء المصري. إذا طيب دعني اعيد الكره والسؤال لضيفي الاستاذ محمود ابراهيم. اي قضاء يرضى بان يسجن اكثر من 120 طفل كل هذه الشهور في ظل هذه الظروف، سواء كان ما نقل من تقارير صحيحا أو ملفقا؟ المبدأ في حد ذاته، أي منطق قضائي يقبل بأن يسجن أطفال كل هذه المدة؟ يعني أنا لا أفهم هذه الفكرة. اسمح لي بداية، هو في هنا توظيف سياسي لقضية حقوقية. هذه قضية تبدو لي حقوقية، ولكن ما يحدث هو توظيف سياسي، هو ده اللي بيضيع الحق. إنه إذا أدخلنا الحقوق في الخلاف السياسي فهي بتضيع. لو كان القضاء فصل في هذه المسألة من البداية، هل كان ستوظف سياسيا إذا سلمنا بأن هناك توظيف سياسي؟ أولا كون أنه حدث هو بيتقال عليه في القانون. هل لك أن تجيبني على ملاحظتي؟ لو أن القضاء فصل في هذه المسألة هل كان أمر تم توظيفه سياسيا؟ كون أنه حدث ده لا يمنع أنه مدان. يعني مش معنى أنه طفل انه او هو طفل عنده 16 سنه او 17 سنه او لحد 17 سنه هو طفل، حدث بيتقال عليه في القانون حدث. كون انه ممكن يكون خرج، ممكن يكون رمى مولوتوف، ممكن يكون، لانه يبدو لي من التقرير جدا ان والدته بتقول ده بطل، فهي يعني واضح انه الولد ده راح ارتكب حاجه فهي معتبراه بطل والحكومه معتبراه مجرم. كون انه حصل له انتهاك جوه السجن هذا غير مقبول. هو يتسجن لانه هو يتسجن في سجن الاحداث، ده حقه. انما هيتسجن عفوا مش هيتسجن. محمود، أن نتكلم عن قضاء يحكم وفق قوانين أم قضاء يغير أحكامه وفقا على مناخ سياسي معين؟ نضع خط فاصل كده. كون أنه حدث لا يمنع أنه مجرم، كون أنه مجرم وموجود في سجون لا يمنع أنه لا يجب أن ينتهك حقه. دول حاجتين فرق ما ندخلهمش في بعض. هو ارتكب جريمة والدته بتقول عليه بطل، يبدو أنه ارتكب جريمة كبيرة، هو يدخل السجن، إنما يدخل سجن الأحداث ولا يتم انتهاك حقوقه، هذا حقه. طيب ايضا اخذ تفصيله بس اخذ بقى معلش حاجه اخيره. طيب في ثواني فقط حتى اعود. اذا كان هناك انتهاك ربما هيكون مبرر من الداخليه وانا مش مع ده، بس هو هيبرر من الداخليه بايه؟ انه احنا علينا ضغط كتير، مفيش اماكن نحبس فيها الناس، انه في مجرمين كتير، وهو ده اللي عندنا. طيب. فحضرتك بقى في ظل هذه حاله الفوضى قول له ما تقدرش، يعني قول له في ثواني استاذ محمد. أنا عايز أقول هي البطولة بقت جريمة، يعني أن أصف إنسان بأنه صاحب مبدأ وصاحب رأي وصاحب وجهة نظر وصاحب موقف حتى وهو طفل. يا أخي في طفل أثناء الاحتلال الفرنسي كان يذهب ليهاجم معسكرات الاحتلال الفرنسي، وكان عنده 13 سنة وكان بيسرق منهم الذخيرة ويديها لإعمامه، فلما قبضوا عليه قالوا لن نعاقبه حتى لا يقال إن فرنسا عاقبت طفلا لأنه يحب بلاده. أما هؤلاء المحتلون الجدد فإنهم لا يستنكفون أن يعاقبوا هذه السلطة التي تحتل. لننتقل ضيفي الكريمين لننتقل إلى موضوع آخر أيضا في هذا المشهد وفي هذه الحلقة، حيث تثير عودة المستشار عدلي منصور إلى المحكمة الدستورية بعد تسليمه السلطة للسيسي جدلا دستوريا وقانونيا بين مؤيدين يرون في الخطوة عودة للمسار الطبيعي، ومعارضين يرون حرجا في احتمال أن يضطر منصور للنظر في طعون على قوانين قام هو بإصدارها إبان رئاسته المؤقتة. عدلي منصور القاضي في مواجهة الرئيس. ليس الإجهاد وحده ما سيعانيه الرئيس المؤقت سابقا لدى عودته إلى منصة عليا المحاكم في مصر. خبراء دستوريون يتخوفون من نتائج اطلاع الهيئة التي سيعود منصور لرئاستها بالحكم في دستورية قوانين أصدرها بوصفه رئيسا مؤقتا. سيلتقط منصور القاضي بعضا مما ألقى به منصور الرئيس من قوانين وتشريعات. منذ 3 من يوليو امتلك منصور سلطة التشريع منفردا في غياب برلمان منتخب بعد أن قرر هو حل مجلس الشورى عقب الانقلاب. صحيفة الشروق المصرية رصدت قرارات منصور المنشورة في الجريدة الرسمية، وتبين أنه أصدر 147 قرارا بقانون، منها 72 ذات صبغة تشريعية، في مقابل محمد مرسي الذي أصدر 154 قانونا، منها 47 تشريعا فقط. أنصفت الجريدة مرسي مشيرة إلى أنه لم ينفرد بسلطة التشريع أغلب فترة حكمه القصيرة. قد لا ترضي المقارنة السابقة من اتهموا مرسي بجمع كل السلطات في يده، وهم يرون القاضي الدستوري يصدر كل هذه القوانين والتشريعات رغم كونه مؤقتا.
ورغم أن المستشار الرئيس أعاد للحكومة بعض القوانين لإدارة حوار مجتمعي حولها، إلا أن هناك 3 قوانين أصدرها منصور الرئيس على الأقل مهددة بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية التي عاد منصور القاضي رئيسا لها. أولها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، الثاني قانون تنظيم التظاهر، أما الثالث فهو القانون الخاص بتقييد الطعن على عقود الدولة. إرث أثار جدلا قانونيا ودستوريا حول صحة عودة منصور أصلا إلى رئاسة محكمة الدستور بعد رئاسة الدولة، وحول مدى اضطراره لإصدار كل تلك القوانين التي ستكون عبئا قاسيا على البرلمان القادم بموجب الدستور القائم. في المستوى التالي من الجدل سؤال حول موقف الدستورية من تشريعات أصدرها رئيسها، ورغم تطمينات من داخل المحكمة أكدت أن أي دعوى تتعلق بقوانين أصدرها منصور لن تعرض عليه نهائيا، إلا أن مراقبين يرون للرجل نفوذا معنويا قد يحرج زملائه ويحرج المجتمع كله حال الحكم بعدم دستورية قانون أصدره رئيس المحكمة الدستورية. أستاذ محمود، كنت تبتسم قبل قليل بشيء من السخرية على ما ورد في التقرير، ما هي ملاحظاتك؟ لأنه المقارنة بين مرسي وعدلي منصور مقارنة يعني غريبة جدا. مرسي حينما استخدم هذه الإجراءات الاستثنائية من ضمنها مثلا أنه أصدر قرارات بالإفراج عن 815 منهم محكوم عليه بالإعدام ومنهم اللي الداخلية اعترضت عليه. هو تجاوز جدا في استخدام سلطاته. مرسي مش بس أصدر قوانين، مرسي أصدر إعلان دستوري مكمل وحاول يعني وحصن نفسه من قرارات القضاء. يعني على الأقل عدلي منصور لم يحصن نفسه من قرارات القضاء، وبديهيا وأي محامي يعني بخمسة تعريفة. نعم، مرسي رئيس منتخب. لا، رئيس منتخب لا يصدر اعلانا دستوريا ولا يصدر وحتى ان كان له سلطه. بس في معلومه غلط احنا سمعناها. حكايه اولا لم يكن هذا اعلانا دستوريا مكملا، الذي اصدر اعلانا دستوريا مكملا هو المجلس العسكري، واصدر محمد مرسي قرارا بالغاء هذا الاعلان الدستوري. هي فقط كانت هذه فاصله لان رايتك تبتسم عندما التقرير، ولكن محمد مرسي عفوا فقط هو موضوعنا ومحورنا في هذه ما يتعلق كمان محمد مرسي ما اصدرش قرار بالافراج عن حد. سؤالي يتعلق عفوا استاذ محمود والمجلس الاعلى للدفاع الوطني. استاذ محمود كيف تجد مساله عوده الرئيس الانتقالي السابق عدلي منصور إلى منصبه على سدة المحكمة الدستورية؟ هل تجد هذا أمرا طبيعيا ولا ضير في ذلك؟ لا بالتأكيد هو كان يجب عليه، يعني لو هنتكلم بمنطق سياسي كان يجب عليه أن يستقيل، وربما سيكون في طريقه إلى الاستقالة. هي مسألة ربما يكون هناك يسوي بعض الأمور، يرى بعض الأمور الإدارية، يريد أن يرتب مكان غيابه. هذه أنا يعني أثق جدا في أنه سيكون عليه الاستقالة. قانونا حتى مش مسألة مش وجهة نظري، ولكن قانونا لا يجوز له الرئاسة الجلسات أو التدخل أو النظر في بأي شكل في القضايا أو في وإذا حدث؟ لا، لأنه هذا إذا عاد عدلي منصور لن يستطيع. وأنا هقول لحضرتك على مثال تاني. كان مفترضا مثلا أن يرأس وفقا للدستور ولخريطة الطريق، هو رئيس المحكمة الدستورية عليه أن يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية، فهو لم يرأسها وكان نائبه هو رئيسها. هذا منطق بديهي ولن يحدث، وأنا أثق تماما أنه لا يحدث. من يحاول أن يروج ذلك يحاول مرة أخرى أن يتاجر بقضايا سياسية في مسألة قانونية. هذه مسألة قانونية بحتة ستنظر المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية طول عمرها بتصدر أحكام لا بيهمها مبارك ولا بيهمها مرسي. عندما تكلمنا على موضوع الأطفال قلت هذه قضية ولكن يتم تشجيرها سياسيا. عندما تكلمنا عن قضية عدلي منصور قلت أن هذه مسألة قانونية ولكن يتم تشجيرها سياسيا. ولكن ما يحدث على أرض الواقع أن هذا يتم سواء تم تشجيره أم لا، وبالتالي يجب عفوا فقط أكمل سؤالي. يجب مناقشة الحدث وليس تداعياته. هو لم يحدث. طيب سأعود لك ولكن فقط أستاذ محمد، ماذا عن مسألة إمكانية عودة عدلي منصور على رأس المحكمة الدستورية؟ الأول بس أنا هأكد مرة تانية إنه محمد مرسي عرض مسألة الأول اللي أفرج عن كل القيادات الكبيرة كان المجلس العسكري، ومحمد مرسي لما جه يعرض لا ده صحيح ده مؤكد. ارجع للتواريخ. افتح البتاع اللي قدامك، افتح البتاع اللي قدامك. محمد مرسي عرض هذا القرار كما ينبغي أن يكون على الجهات اللي المفروض أنه يتعرض على الجهات الأمنية اللي المفروض أنه يتعرض عليها، ثم أصدر هو القرار بروتوكوليا، يعني أنه وقع عليه بعد أن أصدرته الجهات المعنية. ماذا لو عاد عدلي منصور إلى المحكمة الدستورية؟
عظيم. انا هنا بقى بصدد ايه؟ بصدد اكتمال اركان التمثيليه. الراجل دوت راجع عشان يعمل ايه؟ علشان خاطر شويه القوانين. الاول هو عدلي منصور هل سيظل طرطورا ايضا في المحكمه الدستوريه؟ مش هو اسمه رئيس المحكمه الدستوريه؟ مش رئيس المحكمه الدستوريه ده يعني ان له سلطات ماديه ومعنويه على كيان المحكمه وعلى هيكل المحكمه؟ ثم اذا كان لهذا الرجل سلطات في الدستور لكنه لا يمارسها، هل نحن بصدد ان هذا الرجل اما ان يمارس سلطاته الدستوريه فيكون مخطئا، واما الا يمارس سلطاته الدستوريه فيكون قد عطل هذه السلطات في الدستور حتى يقف موقفا صحيحا؟ طب ما يستقيل ونخلص. لكن الحكايه ايه؟ الحكايه انه الراجل ده طلع شويه قوانين، وهذه القوانين ستتعرض للانتقاد او ستتعرض للطعن عليها امام المحكمه الدستوريه، فنرجعه المحكمه الدستوريه عشان يكمل بقيه الشغلانه ويحميها. واهمها قانون تحصيل العقود وعقود الدوله. ماذا ان لم يعد الى المنصب؟ إن لم يعد إلى المنصب على الأقل أكون قد رعيت الشكل. المخالفة واردة دائما، لكن كل حاجة لها شكل ولها مضمون. ما ينفعش إنك أنت تبقى خصم وحكم، ما ينفعش إن حضرتك اللي تبقى أصدرت القانون وحضرتك شفنا قبل، وحضرتك اللي بتقول القانون ده دستوري، شفنا قبل كده في حالة أحمد عز كان هو رئيس لجنة المناقصات اللي حددت أسعار شركات الحديد، وهو الراجل اللي تقدم لشراء شركة الحديد، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية اللي في مجلس الشعب اللي أقر العرض بتاعه اللي تقدم به لشراء شركة الحديد. معنا ايضا شفت البلد هكذا فقط. انا بقول واقع ممثل. لا معنا ايضا عفوا معنا ايضا في هذه الحلقه ايضا محور اخر سوف نناقشه مع ضيفينا في الاستوديو يتعلق ب تصدر الاحداث الجاريه في العراق للبرامج الحواريه في القنوات الفضائيه المصريه خلال اليومين الماضيين. رأى مقدمو البرامج أن سيطرة عناصر مسلحة على مناطق في العراق يعزز حجة مؤيدي 30 من يونيو والفريق الداعم لتولي الجيش مقاليد الأمور في مصر في الفترة الحالية. نتابع. وهنا العراق، معارك دامية، قتلى وجرحى بالمئات، ومدن يسيطر عليها مسلح العشائر وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام. غير أن البعض خارج العراق وجد فيما يحدث في بلاد الرافدين فرصة لتوجيه رسالته الخاصة. وهنا مصر، الرئيس الجديد أراد في أسبوعه الأول على ما يبدو أن يطمئن ناخبيه، خاصة من قالوا إنهم يريدون رجلا قويا يحفظ الاستقرار ويدرك مفهوم الأمن القومي ويحمي البلاد من مخاطر الخارج. مصر لا، واللي هيقرب هيشوف. دار الإفتاء التقطت الخيط من السيسي وحذرت على لسان مستشار المفتي من أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام ضلل الكثير من الشباب باسم الدين، وحرمت الانتماء لتنظيمات وجماعات مسلحة تسعى لتخريب البلاد وتشويه الإسلام. واعتبر المتحدث أن ما يقوم به التنظيم المذكور قد يكون ذريعة للتدخل في البلاد العربية والإسلامية. قبل وبعد كلمة السيسي وجدت فضائيات مصرية فيما يحدث في العراق ضالتها للتجديد على حجية موقفها السياسي. 30/6 أنقذت مصر مما كان يخطط لها. المخطط هو أنه يحدث لنا ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق الآن. الأمر لم يقتصر على إعلاميين يعرف عنهم حديثهم في القضايا السياسية، بل انتقل إلى مقدمي برامج الطبخ أيضا. ونتمنى الحلوين اللطاف بتوع برضه مش عايز أقول الكلمة اللي هم ضد وما زالوا ضد الجيش وكانوا ضد الجيش وضد القوات المسلحة. انتوا كنتوا عايزيننا نبقى كده؟ وفي النهاية جاء التحذير من سيناريو رعب كان من شأنه أن يلحق بمصر لولا الجيش. اللي كانوا بيقولوا على السيسي قاتل، السيسي خاين، اخبارهم ايه دلوقتي؟ احنا كان ممكن وارد ومطلوب لغايه دلوقتي. هيجي يوم لو ما خدناش بالنا هنمشي كلنا من مدن شايلين مراتب على كتافنا واخدين عيالنا في ايدينا. محمد، انت الان كنت تضحك، لماذا وانت تتابع التقرير؟ لانه الحقيقه استاذ محمود ابراهيم وانا بقارن بين احمد عز وبين عدلي منصور قبل ما نبدا التقرير قال لي ما تدخلش عيشه في ام الخير، مع ان انا بقارن بين واقعتين في مصر في ظل نفس النظام اللي هو نظام مبارك والنظام الاخر المستنسخ منه.
بينما هو دلوقتي بيدخل لي الظرف اللي حاصل في العراق في اللي حاصل في مصر، ومش المفروض انه بيدخل عيشه في ام الخير. هذا اولا. ثانيا، ان هو لو ان في جرم اشد ارتكب بعد جرم اقل، فكده الجرم الاقل ده يبقى كويس، يبقى حاجه حلوه يعني، وعلينا ان نسلم به. اللي هو ايه؟ اللي هو كتبه ايمن حبيبي في المتشائل لما شاب فلسطيني صعقته الكهرباء وانضرب بالرصاص ووقع على الارض، فمدرعه دست عليه فروحوا له امه فقالت الحمد لله انه صار هيك وما صار غير شكل. هو في غير شكل العن من كده؟ هو في غير شكل العن من انه في الوقت اللي كان عبد الفتاح السيسي بيحرق فيه المصلين والجثث والاحياء والمصابين اللي في جامع رابعه العدويه، كانت فيه المتطرفين في انجولا بيحرقوا مسجد في نفس اللحظه، هو فيه العن من اللي جرى على ارض مصر واللي شافته ارض مصر؟ مفيش. الحاجه الثانيه، هو النظام اللي حاكم في سوريا والنظام اللي حاكم في العراق مش عسكري. هو المالكي مش ماسك في ايديه الوزارات الامنيه الثلاثه، هو رئيس المخابرات وهو رئيس الوزاره وهو وزير الدفاع وهو وزير الامن الوطني وهو وزير الداخليه. يعني كل المناصب، مناصب القيادات العسكريه اللي في البلد محطوطه في ايد المالكي. وبشار الاسد نفس المساله، طبيب العيون الذي اصبح فريقا عقيدا ثم فريقا. وانا فاكر حتى المفتي بتاعه لما وقف وقال نهنئ السيد العقيد الفريق، كانت اول مره نسمع ان في حد في الدنيا عقيد فريق. اذا ما حدث في العراق وسوريا هو ثمره من ثمرات الحكم العسكري وليس العكس. يعني من جاءوا بالحكم العسكري الى مصر هم الذين يريدون الامور ان تصل طيب الى في المقلب الاخر استاذ محمود، هل من الاخلاق وهل من السياسه تخويف الشعب بهذه الطريقه؟ لنفترض ان الذي جرى الان في العراق ويجري في العراق جرى في عهد مرسي. اسمح لي بقى، في 16 مايو 2013 ده بيان رئيس الجمهوريه، واسمح لي اقرا منه جمله. بيان رئاسه الجمهوريه في عهد مرسي: وقد وجه رئيس الجمهوريه باستمرار بذل الجهد للافراج عن الجنود المختطفين، جنود مصر، جنود المختطفين دول جنود مصر، والحرص على المحافظه على ارواح الجميع سواء المختطفين او الخاطفين. هو ده الموضوع بقى، هي دي اصل الحكايه، انه هناك رئيس بيقول حافظوا على ارواح الناس اللي خطفت جنود مصر، وفي ناس بتقول لا، جنود مصر خط احمر، اللي هيقرب ناحيه جنود مصر انا هبيده من على وش الارض. فهنا المساله واضحه جدا. لا ولكن هذا عفوا فقط هنا بقى لا، انا اللي مستغربه حضرتك. لا ثانيه واحده ما تقطعنيش. طيب ملاحظه فقط استاذ محمود، انا خلص بس نقطتي. بهدوء رجاء، والله ساعطيك فقط ملاحظه ثم اكمل كلامك. لا انا هخلص نقطتي، لما اخلص نقطتي رجاء انا من ادير الجلسه رجاء. وانا اخلص كلامي، حضرتك جايبني عشان اتكلم، انا هخلص كلمتي بروح رياضيه استاذ محمود، بروح رياضيه. لسنا في اطار، عفوا ليس في اطار المناكفه استاذ محمود، بروح رياضيه. لسنا في اطار المناكفه. حضرتك بتقول لي انت بتخوفوا الناس. لا يا فندم، لا طيب الان هذا ما اريده. طيب تفضل. لا هنا بقى هي المساله، عنصر الخوف فقط نبقى في الموضوع. ده انا مستغرب انه حضرتك اللي ما بتخوفش الناس. يعني انا مستغرب انه حضرتك بعد كل الفوضى اللي في العراق واللي في سوريا واللي في ليبيا واللي في السودان واللي في كل مكان، حضرتك جاي تقول لي لا يا فندم انتوا بتعملوا فزاعه. طب ما احنا شايفين اهو على عينك يا داجر، والناس اهو ده تنظيم بيقول انا اسلامي، والرئيس اللي هو القرار 57 لسنه 2013 الرئيس مرسي سوري 2012 القرار بتاريخ 19 يوليو كان بقى له 19 يوم افرج عن 815 واحد، الداخليه معترضه بعديها. انا اعطيتك مثالا، هذا الذي يحدث في العراق او في ليبيا او في مكان اخر هذه فوضى، كان يمكن ان يحدث والرئيس مرسي موجود، وبالتالي لماذا افتراض؟ لانه مرسي بيقول حافظوا على ارواح الخاطفين. مرسي لم يكن رئيسا وطنيا ولا يدرك معنى الدوله المصريه. مرسي لو كان فضل كنا بقينا في الفوضى دي. فهو لما 19 مايو قبل ما يمشي بشهر بيقول حافظوا على ارواح الجنود الخاطفين. دول خطفوا مين؟ خطفوا جنود مصر. فحضرتك تقول لي بتعملوا فزاعه؟ بالتاكيد لا، هذه ليست فزاعه، هذه هذا حق واقع امامنا بنشوفه في الشاشات. ده بالعكس، ده احنا يعني سايبينهم بيقولوا في كل الاماكن وبيتكلموا وبيعملوا. استاذ محمد، اليس في كلام بعض الوجهاء عندما يتعلق بان الجيش المصري انقذ مصر من حاله مشابهه لما يجري في العراق؟ على الاطلاق ابدا. ليه؟ لانه اللي حصل انه العسكر كانوا وما زالوا يعملون لصالح الكيان الصهيوني، ومسلمين سينا دلوقتي تسليم مفتاح للكيان الصهيوني. اذا كان هذا انقاذا لمصر، طب ثورتها يبقى ايه؟ اما حكايه الخاطفين والمخطوفين التي يطنطن بها كثيرا والتي يتاجر بها كثيرا فهي مهزله اخرى، لانه ليست عقوبه الخاطف حتى او القاتل او السارق ان انا اضربه بالنار في الشارع، ده اسمه قتل خارج القانون. في كده مثل عندنا في مصر يقول لك ده جاب الديب من ديله. الجدعنه انك تجيب الديب من ديله، مش انك انت تموت الديب وبعدين تجيبه.
الغيفية. انك انت تجيب المتهم وتوقفه قدام القضاء. أشكرك أستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي، وأشكر كذلك الأستاذ محمود إبراهيم محامي وعضو سابق في الحملة الرئاسية للفريق أحمد شفيق. شكرا جزيلا.